إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائب الخلق، وفي تعاقب الليل والنهار، وفي السفن التي تجري في مياه البحار حاملة ما ينفع الناس من طعام ولباس وتجارة وغيرها مما يحتاجون إليه، وفيما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بما ينبت فيها من الزرع والكلأ، وفيما نشره فيها من كائنات حية، وفي تحويل الرياح من جهة لجهة، وفي السحاب المذلل بين السماء والأرض. إن في كل ذلك لدلائل واضحة على وحدانيته سبحانه لمن يعقلون الحجج ويفهمون الأدلة والبراهين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومع تلك الآيات الواضحة فإن من الناس من يتخذ من دون الله آلهة يجعلونهم نظراء لله تعالى يحبونهم كما يحبون الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لمعبوداتهم، لأنهم لا يشركون مع الله أحدا ويحبونه في السراء والضراء. وأما أولئك فإنهم يحبون آلهتهم في حال السراء، أما في الضراء فلا يدعون إلا الله. ولو يرى الظالمون بشركهم وارتكاب السيئات حالهم في الآخرة حين يشاهدون العذاب لعلموا أن المتفرد بالقوة جميعا هو الله، وأنه شديد العذاب لمن عصاه. لو يرون ذلك لما أشركوا معه أحدا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وذلك حين يتبرأ الرؤساء المتبوعون من الضعفاء الذين اتبعوهم لما يشاهدونه من أهوال يوم القيامة وشدائده، وقد تقطعت بهم كل أسباب النجاة ووسائلها. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال الضعفاء والأتباع ليت لنا رجعة إلى الدنيا فنتبرأ من رؤسائنا كما تبرأوا منا. وكما أراهم الله العذاب الشديد في الآخرة يريهم عاقبة متابعتهم لرؤسائهم على الباطل ندامات وأحزانا، وليسوا بخارجين أبدا من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان
إنه لكم عدو مبين. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض من حيوان ونبات وأشجار مما كان كسبه حلالا وكان طيبا في نفسه غير خبيث، ولا تتبعوا مسالك الشيطان التي يستدرجكم بها، إنه لكم عدو واضح العداوة. ولا يجوز لعاقل أن يتبع عدوه الذي يحرص على إيذائه وضلاله. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهو إنما يأمركم بما يسوء من الآثام وما يعظم من الذنوب، وبأن تقولوا على الله في العقائد والشرائع بغير علم جاءكم عن الله أو رسله. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهؤلاء الكفار اتبعوا ما أنزل الله من الهدى والنور قالوا معاندين بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من المعتقدات والتقاليد. أيتبعون آباءهم ولو كانوا لا يعقلون شيئا من الهدى والنور ولا يهتدون إلى الحق الذي يرضى الله عنه؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومثل الذين كفروا في اتباعهم لآبائهم كالراعي الذي يصيح مناديا على بهائمه فتسمع صوته ولا تفهم قوله، فهم صم عن سماع الحق سماعا ينتفعون به، بكم قد خرست ألسنتهم عن النطق بالحق، عمي عن إبصاره، ولهذا لا يعقلون الهدى الذي تدعوهم إليه. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله كلوا من الطيبات التي رزقكم الله وأباحها لكم، واشكروا لله ظاهرا وباطنا ما تفضل به عليكم من النعم، ومن شكره تعالى أن تعملوا بطاعته وأن تجتنبوا معصيته إن كنتم حقا تعبدونه وحده ولا تشركون به شيئا. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إنما حرم الله عليكم من الأطعمة ما مات بغير ذكاة شرعية، والدم المسفوح السائل، ولحم الخنزير، وما ذكر عليه غير اسم الله عند تذكيته. فإذا اضطر الإنسان إلى أكل شيء وهو غير ظالم بالأكل منها دون حاجة ولا متجاوز لحد الضرورة فلا إثم عليه ولا عقوبة، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم، ومن رحمته أنه تجاوز عن أكل هذه المحرمات عند الاضطرار. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتب وما فيها من دلالة على الحق ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما يفعل اليهود والنصارى، ويشترون بكتمانهم لها عوضا قليلا كرئاسة أو جاه أو مال، أولئك ما يأكلون في بطونهم حقيقة إلا ما يكون سببا لتعذيبهم بالنار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة بما يحبون بل بما يسوءهم، ولا يطهرهم ولا يثني عليهم، ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. أولئك المتصفون بكتمان العلم الذي يحتاج إليه الناس هم الذين استبدلوا الضلالة بالهدى لما كتموا العلم الحق، واستبدلوا عذاب الله بمغفرته، فما أصبرهم على فعل ما يسبب لهم دخول النار، كأنهم لا يبالون بما فيها من عذاب لصبرهم عليها. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك الجزاء على كتمان العلم والهدى بسبب أن الله نزل الكتب الإلهية بالحق، وهذا يقتضي أن تبين ولا تكتم. وإن الذين اختلفوا في الكتب الإلهية فآمنوا ببعضها وكتموا بعضها لفي مفارقة ومنازعة بعيدة عن الحق.